شروط جديدة من الحكومة لمنح إقامة للأجانب، ومن قبلها تعديلات للحصول على جنسية مصر. فيا ترى إيه المبالغ والشروط المطلوبة؟ وهل هتساعد على إنقاذ الجنيه من فخ الدولار ولا لا؟ خلال الساعات الأخيرة نشرت الجريدة الرسمية قانون جديد لتحديد ضوابط منح الأجانب ترخيص الإقامة في مصر، وقسمتهم لخمس فئات. واحد، اللي يمتلك عقار أو أكتر في مصر بمبلغ ما يقلش عن 200 ألف دولار، ودي مدة إقامته 5 سنين قابلة للتجديد. 2، الأجنبي اللي يمتلك عقار أو أكتر في مصر بمبلغ ما يقلش عن 100 ألف دولار، وده إقامته مدتها 3 سنين قابلة للتجديد برضه. 3، اللي يمتلك عقار ما يقلش ثمنه عن 50 ألف دولار أمريكي، وساعتها ليه إقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 4، الأجانب أصحاب الودائع في البنوك بقيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات التانية، ودول ليهم إقامة لمدة 3 سنين. أما بقى الفئة الخامسة والأخيرة فهم الأجانب اللي عندهم وديعة ب50 ألف دولار أو ما يعادلها بعملات الدول التانية، وساعتها من حقهم إصدار ترخيص إقامة لمدة سنة. لكن ده مش أول قرار تعلنه مصر بخصوص الحكومة، ومن قبلها أصدرت الحكومة لمنح الجنسية للأجانب، وده من خلال شراء عقار بقيمة ما تقلش عن 300 ألف دولار، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ ما يقلش عن 350 ألف دولار، بالإضافة لإيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة، أو مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية، وده لمدة 3 سنين، ويستردها الأجنبي بعد 3 سنوات بدون فوائد. سبق ومنحت وزارة الداخلية المصرية المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو سنة إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. المهم إن القرارات دي جاية في وقت مصر بتواجه فيه أزمة نقص الدولار، وبتخطط الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكمان جمع 2 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، وده لبيع 32 شركة وبنك تابعين للدولة، وده وسط تقارير عالمية تتوقع انخفاض جديد في قيمة الجنيه، آخرها بنك ستاندرد تشارتر البريطاني، واللي شايف إن الدولار هيبقى ب 38 جنيه و4 قروش خلال الفترة اللي جاية. فهل القرارات دي هيكون ليها تأثير على الجنيه؟ الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة في جامعة بني سويف السابق سبق واتكلم لسكاي نيوز عربية عن شروط منح الجنسية المصرية، وقال إن كتير من دول العالم خدت نفس القرارات وكمان بتسهيلات أكبر علشان تدخل عملة صعبة للبلد، وشايف إنها هتدخل مبالغ كبيرة من الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري وتدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري قدام الدولار. فهل ده رأيكم انتوا كمان ولا ليكم رأي تاني؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.